السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة ماما اون كويزين. الوصفة تاع اليوم راح تكون دي بتي فور. هذا الوصفة وصفة جداتي الله يرحمها. صدقوني والله طريقة التحضير تاعها مختلفة على لي بتي فور اللي مولفين نحضرهم. يعني نقدر نقول لكم هذه الوصفة حصرية على اليوتيوب. ما نطولش عليكم، نعطيكم مقادير الوصفة. تبعوا هذه الوصفة خطوة بخطوة، لا خاطر على بالي هذه الوصفة عمركم ولا درتوها. نتحدى أي وحدة حضرت هذا البتي فور. بسم الله على بركة الله. واش فيها هذه الوصفة؟ عندنا 500 غرام فرينة، 200 غرام سكر رطب سكر غلاس، 180 زيت نباتي. البيض غادي نحتاج 3 إلى 4. كي نبداو طريقة التحضير غادي تفهموني علاه راني جيزيت entre 3 et 4 œufs. الوصفة هذه تحب لو زيت دو سيترون. هذا الوصفة تعتمد على لو زيت دو سيترون. هنا قد ملعقة أكل مملوءة لو زيت دو سيترون. الخميرة عندنا 1 باكي دمي دو ليفور شيميك et bien sûr لا فاني. هاد لا فاني اللي نستعملها راهي سي اون فاني كونسونطري. ما نطولش عليكم، نبداو في طريقة تحضير الوصفة. اذا نبداو نخلطوا المواد الجافة، نصيروا الفرينة ثم السكر، الخميرة الكيميائية، الفانيليا، نخلطوهم جيدا. نستعين بان فوي باش نمزج كل المكونات. بعد ذلك نضيف الزيت والمبشور الليمون. انا في هذه المرحله نبدا نبسس الفرينه تاعي تري بيان، ندخلها مليح بين الاصابع. فوالا بهذه الطريقه نخلطها جيدا. كي نحس بلي الفرينه دخلها كامل الزيت، انا في هذه المرحله نكمل نلم العجينه تاعي بالبيض، نكسر حبه ورا حبه. في بعض الأحيان هذه الوصفة تحتاج إلى 5 حبات بيض، يعني تو ديبون كبر حجم الحبة تاع البيض. نبدأ قبل ب3 حبات بيض. لازم لاستوس تخلطي البيض تاعك جيدا، خلطيه تري بيان باش تبداي تضيفيه للعجينة تاعك. أنا في هذه الوصفة تاعي راني استعملت 4 حبات بيض كيما راكم تشوفوا على الصورة. فوالا ما نخلطوهاش بزاف حتى وين ما نعطولها نخرجوا الجلوتين من الفرينه. فوالا بهذه الطريقه. هنا راني حنزيد الحبه الرابعه، نخلطها دائما. خطرات راكي تحتاجي الى 5 حبات بيض. العجينه هنا كيفاش تتحصلي عليها؟ لازم تكون ما تكون طريه ما تكون ناشفه. يعني راكم تعرفوا حلوة اللمبوط كيفاش تجي دايره. فوالا هذا هو السر تاع هذه العجينه هذه. نبداو بالمواد الجافه ونكملوا بالمواد السائله، نكملوا بالبيض. وهذا الوصفه تحب بزاف مبشور الليمون، كثروا مبشور الليمون، يعني ملعقه اكل معمره جيدا كما راكم تشوفوا هنا على الفيديو. فوالا كملت الحبه تاعي تاع البيض. أنا هنايا غادي نخليها ترتاح العجينة نص ساعة إلى ساعة. هي نورمالمون هذه الوصفة تحتاج إلى الماشينة الخاصة باللحم. أنا ما عنديش، استعنت باللابوشادوي. اذا انت ما عندكش لابوشادوي تقدري تستعملي المحقن، بصح من الاحسن هذه الوصفه اللي قالها الماشينه تاع اللحم. انا جدتي الله يرحمها كتديرها بالماشينه تاع اللحم. انا ما عنديش هذيك الماشينه، استعملت باللمبوط. والسر الثاني لازم لا دوي تاعك تكون شويه خشينه. والسر الثالث كي تبداي تفصلي الحبات تاوعك بهذه الطريقه، لصقيهم حذا بعضهم كيما راكي تشوفي على الفيديو. ما لازمش يكون ان اسباس بين الحبات. فوالا هذا هو سر نجاح هذه الوصفه، باش كي تنفخوا يلصقوا حذا بعضهم. بعد كي يطيبوا
بالسكين نبدا نقطعهم. فوالا دوك تشوفوني هنا على الفيديو، راكم تشوفوا كيفاش لصقوا. نقطعهم وطيبيهم بيان سور كيما راكي موالفه طيبي الحلوه تاعك، حلوه اللمبوط، حلوه الطابع. فوالا هاد المعلومه ما تخفاش عليك، صدقوني. وهاد الحلوه بنينه 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 بنينه، يعني عندها اكثر من 50 60 سنه هاد الحلوه. فوالا الوغ ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه.